انا لسه في مرحله التالف والتعارف على الكلب عشان يعمل معايا اللي انا عايزه. وطبعا انتوا لو متابعين هتبقى احنا الكلب ده ان شاء الله هنوصل لدرجه ان احنا نعالجه ونخليه كلب كويس شكلا وموضوعا. هو بص، هي ايديا محطوطه اهي، ما بيعملش اي حاجه ولا يعضها ولا اي حاجه حتى على الاكل. مش ممكن يعضني طالما حبني خلاص. هو بس مشكلته ان هو بيخاف من الناس طبعا، عشان الناس اللي عملوه فيه. اي حد بيجي يقرب فتره بيبتدي يقلق. وطبعا اشارات جسمه في الاطمئنان معايا اهو. وانا كل يوم بحط له ربع كيلو دراي فود. الربع كيلو دوت بجيبه من السيده عيشه، ما يتعداش ال 15 جنيه. ربع انا بجيبه ب 40، الربع ب 10 جنيه. وربع ده بيتضرب في 4 لما بينزل المعده، يعني بيملاها معدته كويس قوي، وممكن يخليه لتاني يوم ما ياكلش. شبعان شبعان. وطبعا الكلب لما في حاله يكون شبع ايا كان بيبقى كويس جدا، وما بيبقوش اي عدوانيه ولا اي مشاكل في الموضوع ده. شايفين يعني جسمه متبهدل بهدله فظيعه يعني. فربنا يسهل ويبقى كويس. احنا بنعمل الفيديوهات دي عشان نقول للناس ان الكلاب ما هياش مشكله، ما هياش عبء علينا، ما هياش بتعضنا، مش لازم نتخلص منها. كلام الفارغ اللي احنا بنسمعه دوت. هو كلب ده فيه مفتاح الجنه على فكره، واجر وثواب. انت بتاخد ثواب عليه لما بتاكله او بتراعيه. فمش عايزين فتي باللي بيقولوا لازم نموتهم نتخلص منهم وتوازن طبيعه. توازن طبيعي، هو مين اللي بيوزن الطبيعه غير ربنا؟ هو ربنا هو اللي بينتج او بيخلق الحاجات عشان يوزن هو الطبيعه. مفيش انسان يقدر يوزن الطبيعه. فتابعوا الكلب دوت وربنا يسهل ان نلاقي له اسم.